من اليوم غادي تاكلي الدنجال بهذه الطريقه اللي تطلع بها غزاله. خديت الدنجال هنا قطعته وزدت عليه مطيشه اللي مقطعه، زدت معلقه تاع مطيشه الحك، وهنا درت الفلفله اللي شويتها وقطعتها طريفات، وغادي نزيد دابا هنايا الثومه وشويه ديال السمن حتى هو تيجي فيها غزاله. هنا غندير التوابل الملحه الابزار بابريكا الكمون هي اللي كتكون شويه بزيت، ودرت هنا طريف تاع المصيره البنات حامض المصير قطعته تا هو رقيق وزدتو هنا الزيت بلديه وروميه مخلطه شويه تاع الزعتر، وغادي نرد عليه البوطه وغادي نخليه هنا. زدت شويه ديال السودانيه لان ما عنديش الهريسه وصافي طاب. تتخليه بحال هكا، بديت معسيه مازال ديري زعلوك، بديت تخليه بحال هكا فيه الطريفات باينين كيجي يا البنات. ومن طبيعه الحال راه غادي تحط تصحي الذوق، تشوفي الملحه واش هي هذيك، كيجي بهذه الطريقه غزاله مقبله اللي ما نعاودش لكم عليها. وبالصحه والراحه، ونتمنى تجربوها لان بالفعل غزاله. من اليوم غادي تاكلي الدنجال بهذه الطريقه اللي تطلع بها غزاله. خديت الدنجال هنا قطعته وزدت عليه مطيشه اللي مقطعه، زدت معلقه تاع مطيشه الحك، وهنا درت الفلفله اللي شويتها وقطعتها طريفات، وغادي نزيد دابا هنايا الثومه وشويه ديال السمن حتى هو تيجي فيها غزاله. هنا غندير التوابل الملحه الابزار بابريكا الكمون هي اللي كتكون شويه بزيت، ودرت هنا طريف تاع المصيره البنات حامض المصير قطعته تا هو رقيق وزدتو هنا الزيت بلديه وروميه مخلطه شويه تاع الزعتر، وغادي نرد عليه البوطه وغادي نخليه هنا. زدت شويه ديال السودانيه لان ما عنديش الهريسه وصافي طاب. تتخليه بحال هكا، بديت معسيه مازال ديري زعلوك، بديت تخليه بحال هكا فيه الطريفات باينين كيجي يا البنات. ومن طبيعه الحال راه غادي تحط تصحي الذوق، تشوفي الملحه واش هي هذيك، كيجي بهذه الطريقه غزاله مقبله اللي ما نعاودش لكم عليها. وبالصحه والراحه، ونتمنى تجربوها لان بالفعل غزاله.